السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الإخوان غادي نشوفوا التصريح ديال محمد أبو تريكة على المنتخب الوطني المغربي، وكذلك الماتش اللي كان بين كرواتيا والمغرب، وكذلك المحللين ديال قناة بي ان. قبل ما نشوفوا التحليل الإخوان غادي نقول لكم اليوم أن الركراكي صراحة عطى أحسن ماتش ليه، بحكم أنه باغي يتعادل مع كرواتيا وكذلك يتعادل مع بلجيكا ويربح كندا. هذه الخطة اللي غادي يباوي الركراكي لحد الآن. كما لاحظنا الإخوان ما وصلتنا حتى شي كورة للمرمى، والحمد لله بخصوص ياسين بونو راه ما عندك ما تسهل. نخليكم دابا الإخوان مع التصريح. المستوى الهجومي كابتن محمد أيضا النظر بشكل أو بآخر من قبل مدرب منتخب المغرب ركراكي إلى خط وسط الميدان، لأن لربما كان أضعف خط حسب ما شاهدنا الآن من خلال هذا اللقاء، بأنه أضعف خط من خطوط منتخب المغرب. لا، هم بيقوموا بالدور المنوط به، الدور الدفاعي، تأمين الدفاعي، الثلاثة كويسين. انما اتكلم يوسف على التحسين الجانب الهجومي. يتحسن الجانب الهجومي بايه يا عبد العزيز؟ انا بقى اخترت بعض الحالات في المباراه لانها تفاصيل تفاصيل صغيره. الشوط الثاني مختلف نوعا ما، يرجع بلوك لورا وبيبحث عن التحولات السريعه، نزل زي عبد الصمد الزلزولي. عشان كده في بدايه الشوط الثاني بوفال ضم العمق نوعا ما. تمركز النصيري ما عجبنيش النهارده. لو الحالات جاهزه ممكن نبدا بيها بالحالات، خاصه اول التحولات بحث عن التحولات الموجوده على طول. الثلاث لاعبين الموجودين يروحوا ياخدوا ما بين الخطوط. تمركزهم كويس. هنا تحرك النصيري تحرك وحش قوي، هو خرج لبره، المفروض يقف بين السنتر باكين عشان تتعمل له التمرير. فالنهارده دي الحاجات اللي موجوده، لازم التفاصيل. التحول السريع، نزل عبد الصمد الزلزولي. عشان كده الزلزولي عاوز يعمل كل حاجه في كره القدم، عاوز يقول انا موجود، انا عبد الصمد هنا، عاوز اثبت نفسي. بسبب صغر سنه برايك يريد اثبات الذات، عشان كده قراراته كلها خطا. نعم. راح ب10 كرات اتقطع ل10، راح بواحد ضد واحد، مفيش مره عدى فيه.